تقول هذه الأخت الفاضلة المناضلة: وإذا كان سكير، عربيد، فاسد، خاين، بخيل، تارك للصلاة، نمام، لعان. علقت على المقطع الذي ذكرت فيه على المرأة طاعة الزوج، وأن زوجك هو الوتد وهو السند بعد الله عز وجل، وهو أبو الولد، وطاعته للأبد وهو الكبد. طبعا طاعته بالمعروف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فإن كان الزوج بهذه الأوصاف التي ذكرتها الأخت، إن كان بهذه الأخلاق، فالحل الوحيد هو الفراق وهو الطلاق، ما دام بهذا الشقاق والنفاق. وإن بقيت معه فتكون قد عصت الخلاق سبحانه وتعالى. ونقول للأهل: لا تعطوا ابنتكم وترمونها مع أي رجل فقط لأجل الأرزاق، لأجل الأموال. تعطوها وتزوجوها لشخص ضال، دجال، كذاب، محتال، خمار، يلعب قمار، من الفجار الأشرار، ونهايته إلى النار إن مات وهو يعصي الجبار، إن مات بهذه الصورة التي خالف فيها أمر الله وأمر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تارك الصلاة وحده هذا كفر، ازداد على هذا الكفر فجور وشرور، ويتعاطى الخمور، فاللوم كله على ولاة الأمور، أي على الوالدين الذين، طبعا ولاة الأمور إذا سمحوا في البلاد طبعا كذلك الأمر، هم ينالهم الإثم. والولد والأهل زوجوا ابنتهم لهذا الإنسان لأجل الأموال فقط، فأنتم تتحملوا خطيئة والإثم من هذا الزواج. والمرأة لا ترضى إن جاءها إنسان لا ترضى به إلا إن كان صاحب دين. قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم يا أيها الأب، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، قي نفسك وأهلك وأولادك. بنتك هذه أنت مسؤول عليها، مسؤول عنها أمام الله عز وجل، وستحاسب وستعاقب إن أعطيتها لشخص سكير، عربيد، فاجر، كافر، فاسق، فاسد. فاتقوا الله، هدانا الله وإياكم يا عباد الله. فعلى هذا الأساس يفرق بينهما، يعني لو يوجد قضاء شرعي والزوج لا يريد، القاضي يحكم بينهما. والآن هي ترجع إلى القاضي الشرعي ولا تبقى معه، لأن العقد خلاص انفسخ بترك الصلاة. إن كان العقد عارفوا قبل أن يتزوج بها، قبل أن تتزوج به، وعرفت أنه لا يصلي، العقد أساسا فاسد وباطل. إن كان عندها علم طبعا مشكلة، يعني والعياذ بالله كأنها في الحرام. أما إن كان ليس عندها علم أن ترك الصلاة كفر وأنه كافر فهذا يعني بالنسبة لهما زواج شبهة، ولكن يفرق بينهما. وعرفت الآن وتعرف الآن الامرأة أن هذا الزوج بهذه الصورة لا تبقى معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم أي المشركين. وفي رواية: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام، ذكر الصلاة لأصحابه يوما فقال: من حافظ عليها؟ قال: 5 صلوات من حافظ عليهن
كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال أهل العلم: يحشر مع رؤوس الكفر، دل على أنه كافر. فإذا لا يجوز للمؤمن أن تبقى مع مشرك. قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الله عز وجل قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم، حرام، وليس الحرام كحرام نظرة حرام أو فعل حرام أو أكل مال حرام. هذا حرام، هذا الزنا، هذا والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا لا يجوز أن تبقى معه أبدا، تنصحه وتعظه وترشده إلى أن تنتهي عدتها، إلى أن تحيض وتنتهي الحيضة، خلاص لا تمكنه من نفسها، وتلبس ألبستها وتأخذ متاعها وتذهب إلى بيت أهلها. نعم، وتدعو له على الله عز وجل يهديه. إن عاد أثناء العدة بعدها ما انتهت عدتها يرجع لها، ولكن قال العلم بعقد جديد وكذا، حتى وإن كان لا يعرفان زواجهما بالنسبة لهما زواج شبهة نعم. وبعد انتهاء العدة إن تاب أيضا، الأولى إن تاب وعادت له، يعقد جديد وشهود وولي أمر. وإن كان بعد انتهاء عدتها حاضت وانتهت العدة، إن تاب يخطبها مع الخاطبين وهو أحق بها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، الزوج الأول هو أحق بردها إليه حتى وإن كان زواجه شبهة وكذا، ولكن بينهما يعني حياة، وربما يكون بينهما أولاد. نعم، حتى إن كان بينهما أولاد ينسب الولد له ولها إن كان الزواج شبهة، ولكن يفرق بينهما، وإن عاد يعود إلى ما كان عليه. والله أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.